محمد بورد، الناطق الرسمي باسم المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب، وعضو المكتب، وكذلك عضو التنسيقية ما بين التنسيقية الوطنية والمجموعة الوطنية. اللي المعتقلين ديالنا عندنا تقريبا 14 معتقل. أما فيما يخص البرنامج النضالي فهو ينقسم إلى اثنين: برنامج نضالي حول الاعتقال، برنامج نضالي حول التوظيف اللي هو برنامج الأم. بالنسبة للبرنامج النضالي حول الاعتقال فإحنا تنتظر المحاكمة هي اللي تحدد لنا برنامج النضالي، فإذا كانت تطلق السراح ديالو، هذا ما تنتمناوه، تطلق السراح ديال الإخوان ديالنا بالبراءة، فهذا ما تنتمناوه. إذا كان غير ذلك فيكون برنامج نضالي تصعيدي ردا على هذه المحاكمة إلا قدر الله كانت محاكمة وكانت إدانة في حق الإخوة ديالنا المعطلين المعتقلين. أما فيما يخص البرنامج النضالي فيما يخص التوظيف فلا زلنا مستمرين ولا زلنا على الدرب ولا زلنا في الرباط حتى تحقيق الوظيفة إن شاء الله العمومية ببرامج نضالية اللي كنا سطرناها قبل هذه الفترة، قبل رمضان، ووعدنا الحكومة بصيف ساخن. الآن تنوعدوها بخريف كذلك، ونوعدوها حتى بالشتاء إن شاء الله ممطر. فإحنا كما تنقولوا في الشعار ديالنا ما نفكيش حتى التوظيف إن شاء الله. أما مطلوبنا من الحكومة فهو أنها تنصف هاد الناس المعطلين، هاد الناس المجازين المعطلين، تنصفهم لأنهم قراو، هما اللي قراتهم، وهذه سياسة الحكومة السابقة ما قدراتش تلقى لنا حلول، فخصها تتحمل المسؤولية الكاملة ديالها. كاين منا من بلغ سن 46 47 سنة ولا زال لم يوظف. تلوم الحكومة لأنها الحكومة السابقة ولا الحكومة لأنها كاين تغير نزيهة في التعاطي ديالها مع عميل في التشغيل، كاين تغير نزيهة حتى مع المباريات اللي تتقول أنها تدي المباريات، كاين الزبونية، كاين المحسوبية، كاين ما يسمى بالعائلية، كاينه مجموعه ديال الامور. اذا بالتالي حنا تنطلبوا من الحكومه الا كانت غدير المباريات، وحنا ما تناملوش بالمباريات في ظل هذا الوضع هذا الحالي، لان عندنا تجربه ديال اكثر من 10 سنين ديال المباريات، وبالتالي كلها المباريات جلها داز بالزبونيه وبالمحسوبيه، وبالتالي ما نقدرش نثقوا في المباريات صراحه. اما فيما يخص الحوار فالحوار هو اللي اجج هذه المساله هذه، هو اللي كان ربما ندخلوا به لظروف الاعتقال، لان الحوار الخامس اللي كان مع المسؤول الاولي ديال الحوار اللي هو السيد العامل ديال مدينه الرباط الكراكه، الخامس الحوار تيتاجل باسباب واهيه، اسباب المرض، اسباب ديال العمل، اسباب الى اخره. فبالتالي ما عطاناش الفرصه ديال اننا نتحاوروا، وما تهيأ ليناش الظروف ديال الحوار اللي لزمناه، لان سبق لنا ان اقتحمنا وزاره الثقافه في الشهر الفارط في شهر 7، ونزل معنا هو الحوار على الساعه 12:30 صباحا، الوحده صباحا، تتحاور معنا وتيوعدنا بان الحوار غيبدا ليه جدي ومسؤول، وفيه الناس المسؤولين على الحوار، بما فيهم الوزاره الاولى، بما فيهم وزاره التشغيل، وزاره الداخليه، ووافقنا حنايا عرضا وغدينا الطرف، ووافقنا على المجلس الوطني وما عندنا التحفظ عليه، مع ذلك وافقنا على اساس انه الحوار يكون. وبالتالي السيد العامل تيتهرب وتيتنصل وتيتماطر في الحوارات ديالو الخمسه. ونهار الحوار الخامس نهار 27/8 هذا كان عندنا حوار جدي ومسؤول مع السيد العامل بحضور هاد الناس السالفين الذكر، وتيتمثل علينا عاوتاني كذلك، مما استدعانا اننا نديروا مسيره سلميه كالعاده، مسيره في اتجاه الوزاره الاولى. الوزاره الاولى متواجده طبعا بالقصر الملكي، وقفنا في باب السفراء، نددنا بالممارسات الحكوميه بالوزير الاول اللي ما عطاناش حقنا، والممارسات ديال الحوار التماطليه ديال السيد العامل. وحنا في المسيره ديالنا، في الانصراف ديال المسيره ديالنا، تنتفاجئوا تدخل امني، تدخل سريع، تدخل همجي، تدخل قمعي بالزي المدني. اولا زي مدني تيدخلوا تعتقلوا، تيضربوا لنا ناس. احد الاخوه راه لا زالت تيحس بواحد مره بغيبوبه، والاخ عنده ازدواجيه في الكسر ديال اليد ديالو. وتفتك النهار تمت اعتقالات، ما احترموش الحرمه ديال المكان، ما احترموش الحرمه ديال الزمان اللي هو رمضان المبارك، وبالتالي تعتقل فينا 14 واحد. تم الافراج صراحه مؤقت على اخت وحده، اخت تم الافراج عنها، والاخوان باقيين في الاعتقال. هذه ظروف ديال الاعتقال. اما الموقف ديالنا من الاعتقال فهذا اعتقال في حقه مبيت، اعتقال غير قانوني في ظل الدستور الجديد، الفصول 22 23 24 من الدستور تتقول ما عند الحق حتى واحد انه يعتقل شي حد الا بظروف. اولا حنا ملي كنا في المسيره اللي تيقولوا بانها غير قانونيه ما علموناش
المفروض من الناحيه القانونيه انهم يجي واحد من المحكمه ويلبس الشاره ديالو ويعلن 3 مرات في مكبر الصوت بالانصراف، يعطينا المناديل ديال 4 ساعات في كل فتره، بالتالي هذا لم يتم. ثانيا تم زي مدني، البوليس داخل بوسطنا زي مدني وهز الهراوات ما حاملش الشاره ديال انه شرطي. ثالثا الفاظ نابيه من مسؤول امني تيقول الفاظ نابيه في حق الاخوات وفي حق البنات وفي يوم رمضان المبارك، تيقول كلام يستحيل اننا نقوله في هذا اللقاء الصحفي. وبالتالي حنا تندوا بهذه الممارسه ديال المسؤول الامني المعروف اللي هو السيد الدغوغي، معروف بالكلام ديالو النبيذ، بالكلام ديالو الفاحش في الحق ديالنا كالمعطلين وفي حق كذلك الاخوات ديالنا. رسالتنا للحكومه وعلى راسهم الوزير الاول اننا تنطالبوه ماشي تنطالبوه بحقنا اللي هو التوظيف المباشر. المواثيق الدوليه ولا الاعراف الدوليه ولا الاعراف الوطنيه ولا القوانين الوطنيه تعطينا الحق في التوظيف المباشر، لاننا نمثل اطار عالي، اطار من الدرجه العليا، اطار من الشواهد العليا، حقنا اننا نتوظفوا بطريقه مباشره في الوظيفه العموميه. وكاين المناصب الان. البارح سمعنا في الاخبار ان الوزير الاول بصدد الزياده للناس الكبار ديال الدوله، كاين اللي غتوصل لزياده حتى 15000 درهم. هل يعقل ان 15000 درهم تزاد الموظف سامي اللي متوفر لجميع الظروف، لا الماء لا الضوء لا الماكله لا الترونسبور لا السكن، كلشي مخلص، وتزاد 15000 درهم في ظل اننا كمجازون كاطر ديال هذه البلاد تنضلوا في العطله وفي البطاله ديالنا لمده تقارب اللي كاين منها تقارب 15 سنه ديال البطاله. بالنسبه للقطاع الخاص، هذا ما تتملي علينا الدوله في خلال التصريحات ديالها وخلال التصريحات الاخيره اللي كانت ديال وزير التشغيل، ان القطاع الخاص بكل صراحه احنا مغاربه القطاع الخاص غير مهيكل في المغرب. لو كان القطاع الخاص ديال فرنسا احنا مستعدين ندخلوا ليه من دابا، لكن انا القطاع الخاص اللي احنا خدمنا فيه، وانا شخصيا كنخدم في القطاع الخاص اللي كنت ناخذ فيه تقريبا 1500 درهم وما عندي حتى شي حقوق، وبالتالي كاين منا واحد منا اللي كان تقريبا 7 سنين في القطاع الخاص ما عنده حتى ورقه ديال سينيسيس ديال حتى شي حاجه، حتى شي ضمانه ما عنده، وتيطردوا العامل داك رب العمل تيطردوا تيخرج نت تيخرج زيرو. بالتالي القطاع الخاص بكل صراحه القطاع الخاص غير مهيكل. اذا انا تنقول للدوله، تنقول للسيد الوزير الاول، الا كنتي دير القطاع الخاص متفقين عليه بشروط. اولا تعطينا المستوى ديالنا اللي هو السلم 10، انا نتخلصوا بالسلم 10 4800 درهم نتخلصوا بها في القطاع الخاص، ما كاين مشكل في اي قطاع خاص حنا مستعدين نخدموا فيه. ثانيا تكون عندنا الضمانات ديال ان ذاك المشغل ديالنا ما يطردناش، الدوله تسير معنا كونترا هي اللي تكون تشرف عنا، تكون عندنا كونترا ديال 30 سنه ان ما يطردناش. كذلك تكون عندنا جميع الحقوق